السلام عليكم البنات، السلام عليكم جميعا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، وصفه جديده، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. هذا النهار غادي نوجدوا بسبوسه بالبرتقال والجزر. كتجي اكثر من رائعه، اللون ديالها كيجي زوين، المذاق رائع، وكذلك سهله اقتصاديه. نوجدوا هكا الكوتي الفطور، كتجي فريمون اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ويلا نبديو على بركه الله. كيف ما شايفين المكونات الاوليه هذه هي اللي غادي نبديو بها. عندي هنايا تقريبا واحد جوج نتاع الجزر، حكيتهم مع قشور نتاع البرتقال، وعندي جوج نتاع البيضات، كاس نتاع الزيت النباتي، وكاس نتاع السكر حبيبات، وعندي كاس واحد نتاع ياغورت. اي نكهه كتفضلوا، انا درت الفاني. هنايا درتهم في الخلاط. كيف ما شايفين غادي نخويهم كاملين في الخلاط هنايا باش نميكسيهم، وغادي نزيد عليهم جوج نتاع البيضات بطبيعه الحال، وهنايا كنزيد عليهم ياغورت فيكم تعوضوه بالحليب. الا ما كانش متوفر عندكم ياغورت في الدار، فيكم تعوضوه بالحليب، راه كيجي زوين، ما كاين حتى شي فرق. ديروا كذلك النكهه اللي كتفضلوها نتوما. وهنايا كاس نتاع الزيت النباتي، نزيدوه على الخليط ديالنا بطبيعه الحال، وغادي نخلطوهم مزيان او لا نطحنوهم مزيان. هنايا عندي السكر حبيبات كيف ما شايفين، عندي كاس واحد، وغادي نخلي لكم كل المكونات غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. هنايا غادي نطحنهم مزيان، ميكسيهم مزيان حتى هذا الخليط كله يولي عندي مطحون كامل، ويولي عندي خليط واحد. كان ميكسيهم مزيان، فيكم تطحنوهم في هذا، فيكم تطحنوا اي خلاط عندكم متوفر، راه يوفي بالغرض. كيف ما شايفين كيجيني الخليط على هذا الشكل، هذا كيجي بحال الشكل ديال العصير. اللون ديالها كيجي زوين، والريحه كذلك كتجي رائعه. نتوما عارفين اي حاجه فيها البرتقال او القشور نتاع البرتقال كتجي لذيذه، والمذاق ديالها كيجي زوين. هنايا خويتهم في واحد المول، وغادي نزيد عليهم كاس واحد نتاع نواد كوكو او جوز الهند، كاس واحد. وهنايا غادي نزيد عليهم جوج كيسان نتاع السميده الرقيقه بطبيعه الحال، الكاس الاول والكاس الثاني. وغادي نزيد عليهم جوج معلقات صغار نتاع الخماره ديال الحلوى، او لا زوج الساشيات نتاع الخماره نتاع الحلوى من الوزن نتاع 7 غرامات. وغادي نخلطهم مزيان مزيان بالخلاط اليدوي، نخلطهم حتى يتخلط عندي الخليط كامل. هنايا جبت المول، اي مول نتوما كتفضلوا ديروه. بطبيعه الحال درت له الزيت ورشيت عليه السميده رقيقه، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي، نخوي الخليط كامل، وكيجي على هذا الشكل هذا كيف ما شايفين. ودابا غادي ندخلها الفران على درجه الحراره 180، نخليها حتى طيب عندي مزيان من الفوق ومن التحت. وهنا غادي نفوتو نوجدوا السيرو باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا. عندي قشور نتاع البرتقال، كذلك عندي نص كاس او لا دون من نص نتاع الكاس نتاع البرتقال، نعصرو مزيان. وكذلك عندي كاس نتاع الماء، وكاس نتاع السكر حبيبات، نزيدهم على هذا الخليط ديالي، ونديرهم على النار حتى يغلاو، ونخليهم 5 دقائق يغلاو، ومن بعد نطفي عليهم. هنايا كيف ما شفتوا البسبوسه ديالي طابت، خرجتها من الفران خليتها تبرد، وعاد درت السيرو سخون نسقيو به البسبوسه ديالنا، او لا القطر يعني هو سخون نسقيو به البسبوسه، تكون خرجت شويه من الفران وبردت شويه. شوفوا على منظر كيجي فيها كيفاش داير، وما نقول لكمش الريحه دايره في الدار رائعه، ريحه البرتقال كتجي اكثر من رائعه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما شايفين درت ليها شويه نتاع نواد كوكو من الفوق، وقطعتها الشكل اللي بغيت، كتجي فريمون اكثر من رائعه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ولهنا حبابي غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم لا فيديو الا عجبكم، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومن هنا حتى الفيديو الجاي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.